بداية وانت الباحث في التاريخ الاسلامي شويه رومانسية بلون الدم ربما. علاش لون بداية الدم؟ تحية لأجدادنا الذين قاوموا الاحتلال العربي الإسلامي للمنطقة، هو ليس فتحا، وهذا خطأ يعني يدرسونه منذ سنوات الابتدائي، يعني ملي تدخل في السنة الثانية سنة ثالثة ابتدائي الفتح الإسلامي هو ليس فتح، هو احتلال. هنالك جيش جاء من الجزيرة العربية واحتل مصر وشمال أفريقيا. علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وقد لاقت تلك الجيوش مقاومة طيلة 70 سنة. المسلمون العرب المسلمون لم يفرضوا سيطرتهم على المنطقة إلا بعد 70 سنة من القتال. جيوش جرارة، وكانوا يأتون يهاجمون، لم يأتوا لنشر الإسلام، لأنها البربر الأمازيغ يعني قبلوا بالإسلام عندما جاءهم في أول مرة، لكن العرب لم تكن غايتهم نشر الإسلام، ما كانت غايتهم السبي وأخذ الغنائم في رأيك هذا؟ نعم. تقول ديهية هذه الرواية التاريخية أن العرب لا يريدون من أرضنا إلا الذهب والفضة والمعدن، ونحن تكفينا منها المزارع والمراعي، فلا نرى لكم إلا خراب بلاد أفريقية كلها حتى ييأس منها العرب، فلا يكون لهم رجوعا إليها إلى آخر الدهر. ديهية اختارت أنها تحرق الكهنة. أسماها العرب الكهنة، هي داهية. معنى الاسم هذا اسم أمازيغي داهية. نعم. اسمها داهية. نعم. اسمها قمر يعني. داهية. أي. أحرقت الأرض كي لا تتركها للعرب، لأن العرب جاءوا مستعمرين. محمد برجب الجندوبي أليست أسطورة هذه؟ معناتها يتداولها التراث البربري الأمازيغي؟ لا، هي مقاومة مستمرة إلى اليوم. إلى اليوم. لماذا إلى اليوم؟ الشعوب الأصلية سكان المنطقة لا زالوا يحافظون على تراثهم، على ثقافتهم، يقاومون لأجل الوجود. حتى اللغة يريدون طمسها، يعني بالكاد. المقاومة الثقافية في الجزائر وفي المغرب استطاعت أن تحقق بعض المكاسب، أن تفرض على السلطات إحياء اللغة الأمازيغية. أيوة، لكن اليوم عندما نتحدث بهذا الحديث، يعني أليس تنظير لقصة التفتيت لتشتيت المشتت؟ ناقصين احنا دولنا في المغرب العربي أنه يتخلق داخلنا نقاش على الطريقة الكردية في الشرق. اليوم المطالب تذهب بعيدا حتى لإقامة دولة البربر ودولة الأمازيغ، يعني نفسنا بلداننا على ما نبقاوش الفولكلور الجديد. لماذا الماضي لم يكن؟ برهان يجاوبني في هذه. أنا عن نفسي أؤمن بالدولة الوطنية والدولة الأمة في العصر الحديث. لو نعود إلى كتب التاريخ، ابن عذري يقول في